اللهم صل على النبي. قطعة واحدة من هذه الصينية حتخليكم طايرين من السعادة. حليب دافي، خميرة، سكر، نخلطهم ونغطي ونخليهم 5 دقائق تتفاعل الخميرة. وعشان تحصلوا على أحلى عجينة وبكل سهولة، عجانة فرديل هي الخيار الأمثل لكم. عجانة بوعاء ستانلس ستيل 5 لتر يشيل كمية كبيرة. العجانة مزودة بأزرار التحكم بوقت العجن، والأحلى من هذا كله العجانة فيها خاصية التخمير، يعني فوق الراحة سهولة وسرعة. وهذه الفتحة العلوية تقدر تضيفوا منها كل المكونات. نضيف الزبادي وباقي كمية السكر، ملح ودقيق، ونكمل العجن بالزبدة. واخر شيء بيكنج باودر، واتركوا الباقي على العجانة. شوفوا العجينة قطنة. نغطي ونضغط على خيار التخمير نص ساعة. شوفوا ما شاء الله كيف تخمرت. بهذه الخاصية حتختصر وقت التخمير. نقسم العجينة لكرات، نحشيها بجبن كريمي ونقفلها. نسوي خليط التغطية سكر بني وقرفة، ونغطي فيها الكرات ونرصها في الصينية. نغطيها ونخليها تتخمر 15 دقيقة، وبعدين على فرن محمى مسبقا من تحت والصينية بالوسط تقريبا 25 دقيقة. نصب على الوجه حليب مكثف وصوص الكراميل ورشة لوز أو جوز حسب الرغبة. وجهزت يا سيدي. نقول بسم الله. من لذاذتها الصينية تتمسح في ثواني. شوف ما شاء الله العجينة كأنها غيمة. أنا بالنسبة لي أحبها أكثر من سينمون رول. جربوها على ضمانتي.